تحديث واتساب جي بي بدون ربط جهاز او بربط جهاز. يعني لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بربط الجهاز او فاتح النسخة المدمجة بدون ربط الجهاز ونسخة واتساب جي بي او واتساب الذهبي او واتساب ار سي او واتساب الدلتا او اي نسخ من النسخ اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا طلبت معاك تحديث. تمام. فانا جايب لك تحديث واتساب جي بي بدون ربط او بربط الجهاز، تقدر تحدث باي نسخه عادي فاتحها في النسخ اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا. تمام. كل اللي انا عايزه منك هتمسك الموبايل بتاعك، تدخل على المتجر بلاي وتيجي هنا في البحث تبدأ تبحث عن تطبيق زد أرشيف عشان هنحتاج التطبيق ده في فك الضغط. تمام. بعد ما تثبت التطبيق عندك على الهاتف هنرجع على التليجرام. طبعا رابط قناة التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو، ضغطت على الرابط ده هيبدأ يحولك على قناتي على التليجرام اللي فيها جميع النسخ وفيها واتساب جي بي. تمام. هيبدأ يظهر معاك بالشكل ده، نبدأ نضغط عليه هيبدأ يفتح لك ايقونتين لتطبيق زد ارشيف. عندك ايقونة زد ارشيف استخرج الى اسم الارشيف. الايقونة دي اللي هي فيها لغة انجليزي وعربي، يعني فيها كلام انجليزي وعربي، دي لو ضغطت عليها هيقول لك الارشيف تالف. طيب لو ضغطت عليها كده برضو عشان الناس اللي بتيجي تقول لي الارشيف تالف، لو ضغطت عليها كده وضغطت على الواتساب وجيت عملت كده وقلت له تثبيت هيقول لك ايه الارشيف تالف. فانت ما تضغطش على الايقونه اللي فيها انجليزي وعربي. تمام. كل اللي انا عايزه منك هتبدا تضغط على الايقونه اللي فيها انجليزي فقط، هتضغط على الايقونه اللي فيها انجليزي فقط هتضغط عليها. تحديث واتساب جي بي هتضغط عليه. هنا طبعا جي بي اندرسكول عبد الله، لو ضغطت عليها كده وقلت له تثبيت هنا بيطلب مني كلمه المرور. كلمه المرور انا بقولها بصوتي على جزئين، اول جزء 50 او زي ما انتم شايفين اول جزء 50، تاني جزء بقى هقوله لك في نهايه الفيديو. تمام. بس انا هكتبه عشان استخرج النسخه وارجع لكم تاني. طبعا بعد ما انا كتبت كلمه المرور كامله هقول حسنا هيبدا يستخرج معايا. تمام. هقول له اداه تثبيت الحزم. هنا طبعا جي بي واتساب تحديث هقول له حدث لي النسخه، يبدا يحدث معايا النسخه عادي بكل سهوله. تمام. ولكن انا عندي مشكله ان التطبيق مش بيفتح معايا، حاولت اعدل كذا حاجه كده ولكن ما نفعتش. تمام. هقول تم. طيب هتطلع كده هتلاقي النسخه موجوده اهيت. لو ضغطت عليها طبعا انا بضغط عليها اهوت مش عايزه تفتح معايا. تمام. في مشكله يعني انا عدلت حاجات كتير قوي المفروض ان هي تشتغل ولكن مش عايز التطبيق ده بالذات يفتح معايا. يعني لو جيت فتحت التطبيق التاني هتلاقيه شغال معايا اهوت الواتساب فوديكا. تمام. لو جيت بقى ضغطت على الواتساب ده مش هيرضى يفتح معايا. تمام. في بقى حاجات كده بحاول اظبطها تاني عشان النسخة تبدأ تفتح معايا ونشرح المميزات بتاعتها، ولكن هي مش عايزة تفتح. بس هو تم التعديل على النسخة. تمام. ولكن برضو لو انت النسخة بتاعتك مش بتفتح، يعني التطبيق عندك لما بتضغط عليه زي كده ما بيفتحش معاك، برضو سيب لي تعليق اسفل الفيديو. الواحد بيحاول على قد ما يقدر انه يحل المشكلة ديت، لان المشكلة دي فعلا صعبة جدا. حتى لما باجي يدخل على معلومات التطبيق تمام كان الاول فرض الايقاف ما كانش عايز يظهر معايا، ولكن مع التعديلات ومع تظبيط التطبيق من الهاتف نفسه الاندرويد بدأت تظهر معايا فرض ايقاف، كانت مش عايزة تظهر خالص. وبحاول اظبط الحاجات في النسخة عشان تبدأ ايه النسخة تفتح معايا، لان زي ما انتم شايفين كده ما بتفتحش معايا. وبرضه في ناس كتير جدا التطبيق ما بيفتحش معاهم، كل ما بيضغطوا نفسي كده ما بيفتحش معاهم خالص. فبنشوف حل للمشكله دي. اما الناس اللي هي بتضغط على التطبيق بيفتح معاها سواء التطبيق عاملاه بالربط او بدون ربط. تمام. فخلاص المشكله بس انه يحدث هيشتغل معاه زي الفل عادي. تمام. مفيش اي مشكله. طبعا اخر جزء من الباسورد هيكون 88، اخر جزء من الباسورد هيكون 88. اشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.